اتفضل يا سيدنا. يزيد فضلك يا ابني. حصلت لنا البركه يا سيدنا. الله يبارك فيك. احنا قاصدين بيت ربيع الحلواني، ما حدش يدلنا عليه يا اولاد. يا سلام يا سيدنا، ده انا اشيلك فوق راسي واوصلك لحد البيت. اتفضل. الله يبارك فيكي. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي، يزيد فضلك، متشكرين قوي. العفو على ايه؟ اتفضل. اطفي السيجاره يا ابني. هو سيدنا جاي يعمل ايه ببيت ربيع الحلواني يا اخي؟ تلاقيه بيسعى بجوازه. تبقى البت الكبيره نواره. وعايزها لنفسه ولا حد من اللي معاه؟ لنفسه ايه يا بت؟ ده متجوز 2. 2 يبقى فاضل له 2. هو لسه في نفس؟ ما هي نوره هترجع له النفس يا عبيطه، ما هي البت فايره. يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. على رايك. بسم الله ما شاء الله. انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. طيب والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولوا له في جماعه ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب اهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك. يا ترى بقى عاطف اخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم اصله، بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من اوله. اتفضلوا. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله. ألف هنا يا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا جايين النهاردة بربطة الإيه؟ المعلم. وعارفين إن أخونا معتمد ده عمل عملة ما يرضاش عنها لا ربنا ولا العباد، وعلشان كده الغلط راكبه من ساسه لايه؟ لراسه. دي قلة أدب وسفالة. أنت لازم تتربى. أنت ليك عين أصلا تخش بيتنا يا بني آدم يا عديم الرجولة؟ يا أخ عاطف، لازم تحترم الشيخ شفيع شوية. احترم وجودنا يا أخي، نقي ألفاظك. الشيخ شفيع على عيني وراسي، لكن الراجل ده انت ليك حق يا ابني ان انت تغضب، بس مش بالطريقه دي. خليك زي والدك ماسك نفسه واعصابه هاديه. يا سيدنا ده عامل فيها شيخ وكمان عامل صاحبي، دايما واخد باله مني ويدور عليا في الجامع ويسألني عن أحوالي. أنا عاوز أعرف هو ليه عمل معايا كده؟ ان الله مع الصابرين، ما انت لو صبرت هتعرف كل حاجه. هي معتمد، هتتكلم انت ولا اتكلم انا؟ البركة فيك يا سيدنا. شوفوا بقى، معتمد قاصد خير. يعني يسلط واحد فالت أهله ما عرفوش يربوه عشان يترازل على بنات الناس وتقول لي خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي وتوب إليك. يا ابني اهدى اهدى شوية، ما تتكلم معاه شوية يا ربيع. عاطف يا تقعد ساكت يا تطلع بره. أنا مش عاوز يطلع بره، أنا عاوز يقعد يسمع الكلام من أوله لحد آخره، وبعد كده قول اللي أنت عاوز تقوله. شوفوا بقى، إحنا زي ما بيقولوا كده نجيب الكلام من الإيه؟ من الآخر. من الآخر. معتمد كان بيختبر بنتكم. يختبرها ازاي يعني؟ هو بصراحة ربنا كده كان حاطط عينه عليها من زمان في الحلال، يعني كان قاصد انها تكون ام ايه؟ عياله. ام عياله. لكن تقول ايه بقى؟ الشيطان لعب بدماغه. الشيطان لعب بايه؟ بدماغه.
هو كان عاوز يتأكد من متانة أخلاقها. ده أغبى خلق الله. يا اخ عاطف يا اخ عاطف، الراجل في بيتكم. اي نعم هو غلط بس يعني بس غبي. اسكت يا زفت يا عاطف. يا سيدنا، يعني لو كان هو قصده خير كده مفيش طريقة تانية غير انه كان يتسبب في بهدلة بنتنا في الشارع. هيبقى في طريقة تانية ازاي وهو غبي؟ يا ابني انت ماسك له غبي غبي غبي، الله خلقة ربنا هنعمل ايه؟ صراحة ربنا هو دماغ معتمد زي الفل، لكن تقول ايه بقى؟ عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. لكن هو كله سذاجة وطيبة ووفاء، وده يتحسب له مش يتحسب عليه. طيب انت عايز ايه دلوقتي بقى يا سي معتمد؟ ما تتكلم يا معتمد. يعني أنا بقول عفى الله عما سلف، وزي ما الأستاذ عاطف قال يعني كانت غباوة مني، وأنا جاي أنا وسيدنا الشيخ شفيع عشان قصدي خير، وأنا يعني جاي علشان نسامحك مش كده؟ خايف لا يحصل فيك زي ما حصل في ابن الزايد. أقسم بالله العظيم ما خفت. طيب طالما انت مش خايف جاي هنا تعمل ايه؟ وليه بتحرج الناس دي معاك؟ أنا جاي عشان أطلب إيد أختك نورة. ايه؟ تطلب ايد مين؟ اذا كان انت اولك زفت وقطران اخرك هيبقى ايه؟ على فكرة انا مش هأذيك عشان الناس اللي معاك. يا ابني استهدى كده بالله. ويا ترى بقى اختي نجحت في الامتحان ولا سقطت؟ ولو نجحت المجموع بتاعها هيدخلها عصمة حضرتك ولا محتاجة إعادة؟ طيب الواد ابن الزايد مش على هواها، افرض حد عكسها وكان على هواها، مش كانت ممكن تتجاوب معاه؟ ساكت ليه؟ ما تنطق. أنا في بيتكم يا عاطف. هو في حاجة حشاية عنك غير إن أنت في بيتنا والحماية اللي معاك؟ ما تتكلم تقول حاجة يا عم ربيع. بصراحة يا سيدنا ابني عنده حق. ربنا يخليك ليا يا اخويا، شرفت اخواتك البنات وكبرت اصلهم. لولا الشيخ شفيع والشيوخ اللي معاه كان زماني دخلتك عليه وخليتك تضربيه بالجزمة على قفاه. وانا لزومي ايه بعد اللي انت عملته فيه؟ ايه ده؟ انت عرفتي اللي انا عملته؟ امال ده انا وامك واختك تقدر تقول كده كاننا كنا معاكم بالظبط، سمحنا كل كلمه كل همسه، ده باين علي بارد وسقيل. حته غتاتة. على رأي المثل السائل تتف في وشه يقول الدنيا مطرت. نطق صحيح وشكله ايه ده انتوا ما تعرفوش شكله؟ وانا هشوفه فين وامتى؟ هو انا اعرف مين اللي عكسني لما اعرف مين اللي سلطه؟ ايوه بس انت لازم تاخدي بالك شويه على فكره. والله العظيم مخليه بالي، بس اعمل ايه بقى؟ الناس عينيها فرق، ذنبي ولا ذنبي؟ نواره انا ممكن امنعك من الخروج من البيت بس انا مش هعمل كده، بس انا عايز اشوف كل اللبس اللي بتلبسيه عشان اوافق عليه. من دلوقتي لو عايز. انت عارف اخواتك البنات سواء انا او تغريد نموت في الحشمه. هديه. حضرتك انا سعيد القصاص، في ميعاد مع سياده اللواء.